أسعد الله صباحكم بالخير واليمن والبركات. صباح الخير سيدتي الجميلة، صباح الخير صديقي العزيز، وكلمتين ونص وعلى السريع ونرجع ونقول تاني ونذكر إن الذكرى تنفع المؤمنين. دوام الحال من المحال، وربنا مغير الأحوال، وربنا إن شاء الله رب العالمين هيغير أحوال الأمة العربية من حال إلى أحسن وأفضل حال إن شاء الله رب العالمين. وتفاءلوا بالخير تجدوا. إحنا دلوقتي بنلعب في كأس العالم، طبعا عندنا 3 دول بتلعب، تونس والمغرب والإيه؟ تونس والمغرب والسعودية. عايزين كلنا نقف ورا دولة واحدة، اللي هي دولة الحرمين، اللي هي عملت ماتش بصراحة جبار، غلبت فريق ما اتغلبش بقاله 5 سنين، فغلبته في أول ماتش. من 5 سنين ما اتغلبش، وطبعا عنده نجوم العالم بقى وبتاع القصه دي. ده مؤشر على ان باذن الله رب العالمين ان ربنا بيغير الاحوال. خلاص هم خدوا حقوقهم كتير قوي الغرب، فالدفه جايه لنا، فلازم كلنا كوطن عربي نقف ندعي لمين؟ دولة الحرمين. لو راح عندها الكاس كلنا هنبقى مبسوطين. اكيد تونس هتبقى مبسوطة، واكيد المغرب هتبقى مبسوطة، لان دي دولة جميلة، ودولة الايمان بتاعنا. كلنا بنمشي، كلنا بنروح نحج عندهم، وكلنا بنروح نعمل عمرة عندهم، صح ولا لا؟ فكلنا لازم نقف ورا السعودية ان شاء الله رب العالمين، لان انا مش عارف كده، انا متأكد باذن الله ان الكاس مش هيخرج بره المدينة المنورة. رايح لها لانهم بيلعبوا على ارضيهم. ما هي قطر دي ما هي قطعه من شبه الجزيره العربيه والسعوديه، مش كده ولا ايه؟ ان شاء الله رب العالمين تفاءلوا بالخير تجدوه، ان شاء الله رب العالمين الكاس للسعوديه. تحياتي لكل الناس المستمعين باذن الله تعالى. تبشروا، انا قلت اهو، والدعوه عامه ساعه السحر باذن الله رب العالمين. السعوديه سوف تاخذ كاس العالم ان شاء الله.